قانون في 17 جويلية 2012. القانون هذا فيه جزئين، الجزء الاول يتعلق بالشهداء وجرح الثوري، صح؟ قضايا الشهداء وجرح المحاكمة العسكرية واسناد الادوات المخصصة كذا اللي تبعتوه، والجزء الثاني اللي هو الفصل الثالث من المشروع القانون هذايا فيه كل من حرق مادة الشرطة، مش شبهة، كل من حرق يغني حرق مادة الشرطة، هذاك بطل وشرف. وقلنا هذيك أعمال مقاومة للستات موجودة هذيك فصل الثوري. اسمعني. هذا يتصدق عام 2012 وشدد الناس وتحاسب وجرينا عليه وما صار شيء. المدة الأخرانية إلى حد البارح في اجتماع رؤساء الكتل مع جعفر. وهذه باش نعطيكم معلومة ما خرجتش في وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام ما تحكش المعلومات هذه تخرج. وأنا نتسائل وين وسائل الإعلام اللي قاعدة تصور في اجتماعات المسار وكذا تونس وكذا، وين اليوم خاطر ما يحبوش يطلع في وسائل الاعلام، ما يحبوش يخرج وخاطر كلامه يقلق برشا ناس، وخاطر سي عبد الرؤوف العيادي مجنون، وخاطر زاد بدي تجرب كلنا مجنن. اما نحن التلميذ وكلام يقول لك انت. امبارح في اجتماع رؤساء الكتل مع ابن جعفر عاودنا طرحنا الموضوع بتاع تشغيل اعمال الثوره، بتاع الناس اللي حقت ملك الشرطه ولا ملك الحرس ولا الناس في الادارات العموميه اللي عامل ديجاج بتاع التجمع وتوا قاعدين يحكموا فيهم على اساس معناها الاخلاق الحميده والتهديد بما يسوج العقاب الى اخره. وقررنا وهذا راه قرار تاع رؤساء الكتل لانه اصبح ثم احراج سياسي واصبح ثم ضغط. القرار اللي خديناه البارح هو انه